اهلا متابعين قناه راي عام وصفحه عاجل على الفيسبوك. حقيقه الخلاف ما بين شيرين وحسام حبيب، وقوع خلاف جديد بين شيرين وحسام حبيب بالعنوان انتشرت الكثير من الاخبار. الموضوع اثار جدل كبير على مواقع التواصل وتساؤلات حول حقيقه الموضوع. الفنان حسام حبيب نفى من جهته الكلام وقال احنا زي الفل خليهم يموتوا بغيظهم. وكان اللي اثار الجدل على مواقع التواصل حقيقه تعدي حسام حبيب على الفنانه شيرين عبد الوهاب بالضرب امام جميع الحضور في لوبي باحد الفنادق في لبنان، مما جعل امن الفندق يتدخل لفض الاشتباك بينهم. وخلال الايام الماضيه تصدرت شيرين الترند بعد انتشار فيديو لها وهي بترقص في احد ملاهي بيروت. ظهرت فيه شيرين بصحبه زوجها وابنتها وعدد من الاصدقاء وهي تغني وبترقص بشكل مش طبيعي. والاغرب ان الناس والمواقع علقت على رقص شيرين وما علقتش على وجود بنتها في مكان زي ده. شيرين كانت بترقص على احدى اغانيها وده عرضها لموجه من الانتقادات. وظهرت بعدها شيرين في فيديو اخر في ملهى ليلي اخر وهي ماسكه سجاره في ايدها وبتغني، وكانت برضه بصحبه زوجها وكان بيشرب شيشه. وكان من فتره شيرين اعلنت عن حفله لها في الكويت وهي الحفله الاولى لها بعد ازمتها الاخيره في المستشفى ورجوعها لزوجها حسام حبيب مره ثانيه. وقتها نشرت بوستر الحفل على موقعها على الانستغرام وقالت في البوستر: جمهور الكويت الحبيب، لقائنا هيتجدد 12 يناير، سنة سعيدة عليكم. نتمنى لشيرين السلامة عموما في كل امورها. بس الواحد بيستغرب يعني من الاخبار اللي بتيجي على شيرين كلها سلبية بكل اسف. مش عارف ليه. شيرين المفروض برضو تاخد اعتبارها ان ليها جمهور كبير وعريض وتاخد بالها من تصرفاتها. انا مش عارف والله، الواحد بيأسف. هو الوسط الفني فيه كده كتير، بس هو مش كانش ده الغريب ان هي بترقص، ولا انها مثلا كانت ناس بتقول انها شاربه، لكن الله اعلم طبعا الحقيقه فين. احنا ما شفناش شيرين اصلا في اي مقطع فيديو وهي ماسكه حاجه بتشربها، ده مبدئيا. بس هنعتبر ان هي حتى شربت وعملت، هو كل الاختلاف ما كانش على اللي بتعمله في نفسها. هنعمل لها ايه؟ احنا شيرين يعني بنتمنى لها السلامه في البدايه والنهايه، بس كان المؤسف بنتها موجوده في مكان زي ده، هو ده اللي كان المؤسف. عموما نتمنى ان شيرين ترجع زي ما كانت شيرين اللي احنا اتعودنا عليها وتجتاز ازمتها. يمكن ده مرحله ما بعد الازمه، ربنا يسترها من عنده. والله الواحد بيحزن لما بيشوف مثلا فنان موهوب او ربنا مديه ملكه معينه وبيضيعها بايده وبيضيع الجمهور بايده، ده شيء مش حلو. نتمنى السلامه لشيرين. لو كنتم وصلتوا معايا لاخر الفيديو فشكرا جدا ليكم، واتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو اول مره بتشرفوني يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.